اي واحد مغربي يفتخر ان انت منتخب بلدك انت وصل في كاس عالم للمربع، وصل رابع. وانا كمصري او كعربي برضه انا ليا ان انا افتخر برضه ان في منتخب عربي وصل، وافريقي كمان وصل المرحله دي. الناس اللي قاعده تكون وقاعده تخدم، واكثر اكزامبل المغرب. شوفوا معناها من المغرب ظهر لي حتى الاو 8 نتاعهم قويه، ظهر لي مش الاو 17 والاو 20 ولا شيء نضحك انا. شوفي المغرب حضرتك عامله ايه، 4 مدربين لما شالوا الركراكي حصل ايه؟ ولا ما حصلش، ما تهزتش شعره في واحد مغربي. صحيح. ليه؟ لانه عامل مدرسه فيها 5 مدربين جدد. شيل حط. هنروح بقى للمنتخب المغربي كمان. وفي رساله تم توجيهها من الدولي المغربي السابق مصطفى حجي الى البرازيل قبل مواجهه المغرب في كاس العالم. بدات التصريحات اهي، بدات البرازيل هي من يجب ان تحذر من منتخب المغرب. ده كان تصريح مصطفى حجي. الثقه عاليه جدا كمان في المنتخب المغربي، وده حقهم. اعتقد لسه اقول لك ده طبيعي وده حقي. انا رابع كاس عالم، مش كده؟ انا بتكلم على البطوله اللي فاتت 22. لما اوصل انا للمرحله دي فمن حقي ان انا اتكلم، من حقي ان انا اتحدى، من حقي ان انا طالما عندي الثقه وطالما انا وصلت المنتخب بتاع بلدي وصل للمرحله دي، فطبيعي جدا ان انا اتحدى البرازيل واقول انا البرازيل تعمل لي حساب او تخشاني وكده وبتاع، لان هو لو موجود برضه هو في الوضعيه بتاعته دي اكيد هيقول نفس الكلام. هي البرازيل ما خدتش ترتيب في البطوله اللي فاتت او اللي قبلها اعتقد، بتاعت اللي هي ال 22 في قطر. لا، الارجنتين، فرنسا، المغرب كانت رابع. كانت رابع. ما انا بقول لك ما هي رابع كاس العالم، البرازيل رابع. فانا اللي انا بقصده ايه؟ لا، مصطفى حكيم من حقه يعني اي واحد مغربي يفتخر ان انت منتخب بلدك انت وصل في كاس عالم للمربع، وصل رابع. وانا كمصري او كعربي برضه انا ليا ان انا افتخر برضه ان في منتخب عربي وصل، وافريقي كمان وصل المرحله دي. فكون ان هو يقول كده ده طبيعي جدا يعني. وبص لازم تلاقي الحاجات ديت يعني المناوشات والكلام والحاجات دي لازم نود دي حلاوتها يعني. هو قال ان رابع العالم، المنتخب المغربي هو رابع العالم. وانه بيفرض طبعا كلمته دلوقتي بين الكبار. صحيح. في كاس العالم او في الكره العالميه بشكل كبير. احنا عندهم قال كمان ان عندهم تطور كبير في كره القدم. وقال ان البرازيل لم يعد بنفس الهيبه التي كان يتمتع بها في نهايه التسعينات وبدايه الالفيه حاليا. كلام سليم. وقال ان المنتخب المغربي اصبح قادرا على مقارعه اكبر المدارس الكرويه العالميه دون خوف. ودي مهمه جدا، ان حاجز الخوف وانتهى. ليه؟ ما هو حاجز الخوف عشان فازوا. لا، دي واحده او دي كانت زي ما بيقولوا ايه، بصي المطر ما بينزلش فجاه كده، لازم يبقى في مقدمات يعني. فهم عندهم، انت في نسيت اقول لك برضه، ما هو منتخب عن ال 20 سنه عندهم ما فاز ببطوله كاس العالم اللي كانت الارجنتين، كسبان فاز على شيلي او فاز على الارجنتين في شيلي يعني. وعندك انت منتخب 16 سنه. انا قصدي ان عندهم اكتر من منتخب ماشي بطريقه كويسه. فده كله ده في الاخر نتاج اللي هم بيشتغلوا فيه، نتائج قويه اللي حققوها. طبعا اكاديميات عندهم ما شاء الله دلوقتي، لعيبه فاتحين المجال في اوروبا، ان انت اكبر عدد عنده محترف. صحيح ممكن ما يكونوش في انديه كبيره غير مثلا حوالي 14 15 لعيب على المستوى الانديه اللي هي المعروفه في مثلا في اسبانيا او في انجلترا، لكن انت عندك كم لعيبه محترفين بيعتبروها محطات من خلالها اللعيبه بيحتك بالدوريات ديت. غير شوفي الدوريات الاوروبيه في كل الاحوال حتى لو درجه افضل من اي دوريات عربيه. دي معروفه، اللي انت بتحتك مع لعيبه وعقليه ومدربين تاني وفكر تاني وفلسفه تانيه. فاللعيب على المستوى الفني بيزيد، على المستوى الذهني والتكتيك، كل دي امور فنيه اللعيب بيجمعها او بيتحصل عليها بيبقى في دوريات اوروبيه يعني. فده الهدف، ان هم فاتحين كمان باب الاحتراف، عندهم اكاديميات على اعلى مستوى بيقدروا يصرفوا عليها كويس. فالحاجات دي كلها في النهايه بتؤدي ان انت تخلق منتخبات قويه، مش شرط على المنتخب الاول. المنتخب الاول ممكن يكون حاله وخلاص، زي ما فرق كتير منتخبات بتوصل ما بيكملش اصلا دور. انت حضرتك لو رجعتي معظم المنتخبات العربيه اللي صعدت كاس العالم مش هتلاقي غير المغرب وتونس اللي صعد دور ال 16، الباقي كله من دور المجموعات بيطلع. فاذا انت رحت، انت ما عملتش حاجه، انت الفرحه كلها انت بتوصل كاس عالم. انا عايز زي ما حضرتك اتفضلتي حاجز الخوف بقى، انا رايح بفكر في ايه كمنتخب، مش رايح اكون ضيف ان انا بس ان انا تشريف ان انا طلعت وصلت كاس عالم دوري المجموعات وارجع تاني. لا، انا عايز الفكر بتاعك يختلف ويتغير شويه، زي منتخبات كتير زي اليابان وزي كوريا وزي دول في افريقيا يعني. ده اللي انا بقصده. لكن هو اتكلم الراجل من حقه، عشان كده بقول لك انا متوقع برضه المنتخب المغرب السنه دي برضه يبقى برضه، ومنتخب مصر برضه بالمناسبه
مناسبه ان شاء الله برضو يكون محقق نتائج كويسه السنه دي في كاس العالم. نتمنى ان حاجز الخوف، حضرتك انت ما شاء الله عليك يعني اتكلمتي في اهم نقطه، ازاي انا ما اخافش، ازاي يكون عندي ثقه في النفس. ولكن كل الحاجات دي يا استاذه رانيا ليها حاجات انت لازم تكوني مجهزاها، مش مجرد كلام انا بقوله وخلاص يعني. طبعا يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق ليهم. على فكره مجموعتهم كمان مجموعه المغرب اعتقد فيها اسكتلندا والبرازيل مع البرازيل يعني وهايتي واسكتلندا، يعني الفرقه البرازيل بس. فانا عشان متوقع ان هم انا متوقع ان هم مع البرازيل يصعدوا يعني. نروح بقى الى مواعيد. احنا شايفين طبعا المجموعه الثالثه هي مجموعه البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا. مجموعه متوسطه شويه الا اذا حصل مفاجآت. ولكن انا يعني كده على طول كده المغرب والبرازيل او المغرب او البرازيل مترتبها يعني مترتبه هي مترتبه الا اذا المغرب كمان عدت البرازيل. نتمنى ده ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله. الناس اللي قاعده تكون وقاعده تخدم واكثر اكزامبل المغرب. شوفوا معناها من المغرب ظهر لي حتى الاو 8 نتاعهم قويه، ظهر لي مش الاو 17 والاو 20 والله شيء نضحك انا، خاطر الناس تخدم هذوما قاعدين يخدموا في خدمه صحيحه وعلى قاعده. يا خويا ماذا بينا كان في المستقبل القريب زاده يشوفون حكايه التكوين هذيا والملاعبيه اللي قاعد يطلع واحد حتى كنترول ما عادش نجم يعملوا، معناها سي تري جراف. صحيح تتفرج في ماتش في عندنا معناها ونحكيو على الرابطه المحترفه الاولى، لاعب عمره 22 ما يعرفش يعمل كنترول دو بال، ماهيش مشكلته هو خاطر هو ما تعلمش، على خاطر ما كانش فما واحد باهي ينجم يعلم. ولا الصف هذيا حقيقتنا باش تبدا بالتحكيم، باش تبدا بالفورماسيون تاع الصغار، باش تبدا بالكبار. والله لاني عارف كره القدم التونسيه هذه منين باش تبداها. في الاخر بكل نحب نسلم على مراسلين تعليم الكبار محو الأمية الكروية. بنعرف للوقت اللي مازال قليل ياسر باش نحكيو على مسؤوليات وشكون هم أصحاب المسؤوليات هذه، لكن قراءتك محمد لهذه المشاركة. مالوريزمون حيدر يعني استبشرنا خير، خاصة بعد الماتش الأول اللي كان كونتر أقوى منافس في المجموعة اللي هو المغرب. أنا عملنا 1-1 وكانت خاصة الشوط الأول كان محترم، لكن من بعد كسوا المقابلة الثانية أو المقابلة الثالثة ما كناش باهين الحقيقة. ما نسميوش لكن فما لاعبين بعد كل البعد على المستوى الدولي كسوا يلعبوا في تونس ولا حتى يلعبوا لبرا. الحقيقة معناها ديما نعاودوا نقولوا تفضح مرة أخرى مستوى التكوين في تونس اللي صار متدني جدا على المستوى التكتيكي وعلى المستوى البدني وعلى المستوى الذهني. الناس هربت بينا يعني نقطة استفهام على مستوى لازمنا دراسة كبيرة ولازمنا مراجعة كبيرة على مستوى كرة القدم. كل مرة نقولها على مستوى، وكل مرة ما يصيرش تقييم، وكل مرة ما نمشيوش نسأل، وكل مرة ما نبدلوش، نمشي ونتعلم ونشوفوا. الناس الرائدة في الفورماسيون ناس كل حالة ينجموا يقبلوك، يعطيوك البرنامج متاعهم، يعطيوك الميثود دو ترافاي متاعهم. مازلنا بعد برشا